أنا جاي أقول لِك النهارده إمتى تضطري تولدي قيصري، لكن خلّينا نثبّت حاجة الأول، إن الولادة الطبيعي هي الخيار الأول والأفضل للأم وللجنين، ده المسار اللي ربنا خلقه، وتظل الولادة القيصرية هي البديل. إمتى بقى نلجأ للولادة القيصري؟ هاقول لِك على 10 حالات: 1 إن عنق الرحم مش بيفتح بالقدر الكافي، 2 إن الطفل يكون مضغوط ومش في أحسن حالاته، تغيُّر في نبض الجنين يعني، 3 إن الطفل نازل بوضع مش طبيعي، نازل برجله مثلًا أو بمؤخرته أو بكتفه، 4 حامل في أكثر من طفل، 5 مشاكل في المشيمة مغطية مثلًا عنق الرحم، 6 تدلي الحبل السري، 7 مشاكل صحية أصلًا عند الأم تمنعها إن هي تولد طبيعي، 8 يكون في انسداد في مسار خروج الجنين زي ورم ليفي كبير أو الحوض ضيق أو كبر حجم رأس الجنين، 9 إن تكون ولدت قيصري قبل كده ودي لها شروط، 10 إن يكون الطفل عزيز ومهم جاي بعد وقت كبير مثلًا من تأخر الإنجاب فعاوزين نحافظ عليه. دي كانت أشهر 10 أسباب اللي بنلجأ فيها للولادة القيصري، وربنا يرزقكم ويفرحكم.